تاخویانی جبورای گشتی جدست بکا داگر کرن عفرینه جهلا چتاین اردوغان و ده در حق گل عفرینه ده بن پیکرن جکشتن تجاوز کرن دزین و تالان کرن تبلیغاویها اولهیان کوچبر کرن بدار زوره دست سر کرن مال و ملکان بنچاف کرن بدار زوره تعجیز کرن مادی دزی و بن پیکرن به هر شوایی لدجی مروف کفر برینا داران و شوتاندن آوان لپیشبری چاف و گوهن همو جیهانه و ریخستر ناف دولتی ین مافی و بمپیکرن همو زاگون و پیفان نونتوی پکته. ده دمک نیز ده مدید کو چاو جهلا تروریستان و دوکا چکن تمام بچوک هاتن کشتن و هاتن تجاوز کرن مخابن ایروجی مدید کو چاوا و فشیخ زعیم یا 31 سالی هاتا کشتن او جی دو 1 سالن زوجیه تو زاروکن و توننه به دربین کیران به دست چتایان د مالا وده یا لنیزی چرخره ماراته لباجار عفرینه هاتا کشتن زیرن و همو آمورن الکتریک دزین جبو کسوجن خواه ین هوانه و شیرن مال شوتاندن رغمی کو او را کرن نخاشخانه جبر کو دربه دستو و دل خدا خارب و جیان خواج دست دا هاتا گوتن کو یک چتاین به ناو محمد الفاتح دست دانیه سر مالکی کو ده همان آباهی دایه او به دست ریجیال سر گل رسن یک کرد افکس بخواستنا فدیاین به صدم تناس کرن اف سوج 1000 سوجن کل عفرینه و همو هرمین داگر کری و به طایبت هرمین کو پرانی آوان کردن جهیلا داگر کریا ترک آفاشیست و تکرن امر خستنا سارا یا تاکوشینا لدجی تندیا لسر جنه آکانتونا عفرین شهبایه کریار و بمپیکرنین کو ترکیه و چتاین و ده عفرین ده دکن به تندی لعنت و شرمزار دکن جری خستنین جواکا سویل و ری خستنین زاگونا ناونتاوی ین تکلداری پاراستنا مافی جنان داخاز دکن کو در بازی حرم عفرین ببن جبو کو روشن تندی و بمپیکرن ده در حق جن و فاروکان ده ین کو حکومت تروریستان و به آلیکاری استخبارات ترک آفاشیست و فکتین بلگه بکن و لهمبری قاضی ناونتاوی و رای گشتی را اشکره بکن ریخستنا سارا یا تاکوشینا تندیا لدجی جنه دو یکی شاشات 1023 دو چور بيان إلى رأي العام منذ بداية احتلال عفرين من قبل عصابات أردوغان بدأت الانتهاكات بحق أهالي عفرين من قتل وذبح واغتصاب والسلب ونهب والفلتان الأمني والتهجير القسري ومصادرة الأملاك والاعتقال التعسفي والابتزاز المادي والسرقات وكل هذه الانتهاكات بكافة أشكالها بحق البشر والحجر وقطع الأشجار وحرقها أمام المرأة ومسمع العالم والمنظمات الدولية بعرض الحائط. بالأمس ليس بعيدا رأينا كيف تم اغتصاب فتاتين قاصرتين من قبل الإرهابيين واليوم للأسف رأينا كيف تم قتل المغدورة عوفة شيخ سعيد زاد 31 عاما وهي متزوجة منذ 11 عاما ولم ترزق بأطفال بعدة طعنات وذبحا بالسكين على أيادي مسلحين في منزلها الكائن قرب دوار معراتي بمدينة عفرين. قاموا بسرقة مصاغها الذهبي إضافة إلى محتويات المنزل من أدوات كهربائية وبغية إخفاء جريمتهم النكراء قاموا بإشعال النار في باقي محتويات المنزل وبالرغم من نقلها إلى المشفى إلا قد فارقت الحياة بسبب ما تعرضت له من طعنات في الرقبة والقلب. يذكر بأن إحدى عناصر ميليشيا محمد الفاتح يستولي على شقة في نفس المبنى والمعروف عنه بالاعتداء على السكان الأصليين الكرد وابتزازهم بفرض تحصيل فدية مالية منهم دون أسباب وهذه الجريمة هي من إحدى آلاف الجرائم التي ارتكبت بحق النساء في عفرين وكافة المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي الفاشي وبالأخص ذات الأغلبية الكردية. نحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في مقاطعة عفرين وشهباء ندين نستنكر جميع الانتهاكات التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها في عفرين ونطالب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة بالدخول إلى منطقة عفرين لتوثيق حالات العنف والانتهاكات بحق النساء والأطفال التي تقوم بها الفصائل الإرهابية بالتعاون مع الاستخبارات التركية الفاشية لفضحها أمام المحافل الدولية. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة 14/6/2023.